الله تعالى وبركاته. أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وأولا قبل كل شيء إن شاء الله بشكركم على الدعم اللي دعمتوني، وبشكر كل أخت وأخ شاركوا يعني في القناة بتاعتي. جزاكم الله كل خير. وإن شاء الله اليوم غادي نعمل معكم المسمن بالفانيلا إن شاء الله. محتاجة دقيق يعني اللي هو البيربس فلاور، ويعني نص يعني ربع كيلو كذا، هاف كوارتر. ومحتاجة سميد ناعم، لو ما عندكش ممكن تعملي الفينو، لو ما عندكش الفينو ممكن تعملي سميد ناعم، يعني ربع لايك سيمولينا. ومحتاجة سكر، يعني معلقة سكر صغيرة، ومحتاجة معلقة فانيلا صغيرة، ومحتاجة معلقة شوية ملح، الملح على حسب، ومحتاجة الزيت، ومحتاجة زبدة، محتاجة دقيق للآخر عشان أورق به، ومحتاجة الخمارة اللي هي البيكنج باودر. أحط الطحين كله إن شاء الله، واحط عليه السيمولينا ولا الفينو. انا ما عنديش الفينو، حط سيمولينا وطحنتها، يعني حطيتها في الخلاط، ضربتها في الخلاط. واحط شويه فانيلا يعني كلها، واحط شويه ملح، الملح على حسب ما تحطي كتير يعني الملح. واحط البيكنج باودر يعني شوية، والتانية خليه عشان التوريق مع الزبدة. واحط السكر معلقتين بس، واخلط ان شاء الله. بسم الله. بخلطها لغاية ما تمسك نفسها. عندك الاختيار، ما حابين تحطوا الفانيلا ما تحطوا الفانيلا، يعني كل واحد وله ذوق خاص يعني. نجمعها لغاية ما تتفرد، تتلم يعني العجينة كلها تبقى دي عجينة، بس ما تكون يعني العجينة يعني جامدة كأنها عجينة خبز، لا، تكون شوية طرية. انا الميه ما قلت لكوش عشان الماء، ما قلت لكم كم، عشان على حسب كل دقيق له عنده، في اللي بياخد ميه كتير، في اللي بياخد ميه شويه، يعني ما هحتاج اقيس له كل ميه. اعجنها لغايه ما تلم ان شاء الله، وابقى اشتغل عليها. ممكن اعمل ايديا الاثنين، بس انا عشان دي بتمشي ممكن احطها في سطح العمل واشتغل عليها، بس لغايه ما لمها وتشوفوا ان شاء الله. شويه بس. لما تتلم لي كده احطها ان شاء الله ترتاح لي شويه، يعني نص ساعه كده. هي لو انتي حابه وعندك كميه تاني كتيره ممكن تعمليها بالليل، ما تحتاجي تشتغليها، بس تحطيها يعني كده، تخلطي كله مع بعض وحطيها في كيس وخليها، يعني تكون الصبح يعني العجينه جاهزه من غير ما تعملي. هي محتاجه تكون يعني جاهزة يعني من مدة عشان ترتاح. هاي عجينتنا، العجينة انا حطيتها هنا عشان يعني اتمكن فيها وابقى اشتغل عليها.
لو تحبي ممكن تعمليها بالليل، زي ما قلت لك تخلطيها بالليل وتخليها، ما تحتاج مني كل الشغل ده، يعني تخلطيها مع بعض وتلميها في كيس وتحطيها الصبح تلاقيها جاهزة عشان تشتغلي فيها. بس أدلكها. وكمان لو كان عندك ممكن أنا عشان أوريكم، عشان كده ما شغلت المكنة، ممكن تحطيها في المكنة وتعمليها. وبعدين لما كده خليها ترتاح شوية، وبعدين أقسمها يعني على كويرات صغيرة عشان أفردها إن شاء الله. خلاص جهزت. ما تكون تتلزق زي كده، عشان لو كانت ماسكة قوي ما تطلع يعني مورقة. خلاص عجينتنا جاهزة، هقسمها كويرات، خليها ترتاح شوية. هاي العجينة ارتاحت شوية، انا حوريكم كيف هقسمها. ادهن ايديا بالزيت، شوفوا كيف ارتاحت شوية، واحطها كورات صغيرين. كورات صغيرين، ممكن تعمليها كبيرة على حسب اللي حتسويها فيها، يعني كيف اسمها المقلة اللي عندك كيف حتسويها يعني. بس انا ححطها صغيرين عشان عندي مش كبيرة. اقسمها كده لغاية ما اخلصها واوريكم ازاي اشتغل عليها ان شاء الله. اول مسمن ديالنا جاهز، درتو كويرات وحطيته هنا يرتاح. من بعد حبدا من اول واحدة افردها، دايما اغطيها بالكيس عشان ما شكلها ما يتشقق، يعني يفضل شكلها كويس. اعمل ايه؟ نحط عندي زيت واخلط الزيت مع السمنة شوية، واحط فاكرين البيكنج باودر اللي خليت، هحط معلقة كده، هو ده اللي حفرده بيها، هذا اللي حفردها به مع السيمولينا انا ولا الفينو. انا حطيته هنا عشان تكون عملية، عشان لما اشتغل بايديا فيها زيت ما ابقى احط ايديا هناك املي الدنيا يعني كلها زيت. اهي هعملها بايديا وابقى افردها ان شاء الله تكونوا تشوفوا. شوية زيت، اجيب 2 اعملهم نفس الشيء يعني كده 2، واحط اخلط الزبدة مع واحط عليها كده، واجيب هي الفينو انا حطيته هنا، احط ارش بيه، ارش واحط دي فوقيها وافردها. طبعا افردها هي ورقها يعني لغاية ما تفضل كأنها ورقة يعني، بس احاول عشان ما قطعهاش يعني. اللي يحب يحط واحدة يحط، اللي يحب يعمل واحدة بس، وحدتين يعني 2 ممكن يعمل. لو عايزة تعملي 2 واحدة ممكن تكبريها شوية. انا عشان كده عشان حيكونوا 2، عشان كده ما عملتهم كبار كده. وارش بالفينو ولا سيمولينا، وارش بالزبدة والبيكنج باودر، واطويها وابقى اعمل يعني كده امشي عليها،
نرش تاني، طويها تاني. اللي يحبهم يكونوا صغيرين يعملهم اصغر كده، الكويرات اصغر من كده لو عايز يطبق يعني طبقهم. واحطها هنا ترتاح. اعمل معاكم واحده تانية. هي سهله يعني، هتشوفي كده وتقولي لا دي فيها شغل، والله سهله يعني، ما فيهاش شغل يعني بسرعه. هو انك تعمليها بالليل بس، تخلطي الدقيق مع بعض وتعملي بالليل بس، وتلاقيها تفردت، ما تحتاجي تخليها تستنى ولا اشي. تكون جاهزة يعني. ردها تاني. هو المسمن سبحان الله كل واحد وله طريقته، في طرق كتيرة يعني، كل واحد عنده يعني طرق خاصة به، وفي طرق كتيرة ليه لمسمن، كل واحد بيعمله كيف. اللي ممكن تعمليها واحدة بس، ولا ممكن تعمليها كده مطبقة مع بعض، يعني في طرق كتيرة يعني. وترشي، وده ليك اختيار كمان، لو ما عايزة ترشي ما ترشي يعني، لو ما تحبي يعني تعمليها من غير. وفي اللي بيعملها بس بالزيت من غير زبدة يعني، كل واحد وعنده طريقة خاصة يعني، وكلهم يعني الطرق ما شاء الله يعني، كلهم يعني. اهي احطها واعملهم كلهم كده، واوريكم في لما اجي اعمل اخبزها ان شاء الله. تم دابا المسمن ديالنا وجد ان شاء الله. غادي نشد الاولى اللي قلت لكم، وغادي نقرصها غير شويه، الطاسة على النار يعني، المقلاة على النار يعني شوية، واحطها. بسم الله. اخلي شوية تحسها النار واقلبها، واحس بها تتنفخ، وادهنها تاني بالزيت بس. شوف بعملها كده لما تتنفخ. شوية زيت عليها، هاي تتنفخ، واقلبها بس بشويش عشان ما تتفرقع. تتنفخ. ممكن اللي قادر يعمل بإيده يعمل بإيده، لو ما تقدري تعملي سباشولا. تقدري تقلبي فيها لغاية ما تتحمر من الوشوش الاثنين. هاي تتنفخ. لا باين على انها ارتاحت يعني، خدت وقتها من الراحة. شوف اقلبها تاني للوجه الثاني. افضل اقلبها عشان تكون مستوية، والنار تكون يعني مش عالية قوي يعني، على ميديوم يعني لما تيجي تحطيها تعملي النار عالي لغاية ما تسخن الطاسة اللي بتسوي فيها، وبعدين حطيها على ميديوم يعني. ولما تتنفخ انها استوت من جوا، بس انتي تكون النار يعني حطاها على مهل عشان ما تتشوط لك وتتحرق بسرعة، عشان ياخد وقته في السوا.
كده ونقلبها. وأحضر واحدة تانية قبل ما تيجي حاجة دي. دايما نبدأ من الأولى وامشي عشان اديها وقت ترتاح، ولما اضغط ما ادوس عليها كتير، بس شويه يعني صغيرين. هكذا خلصت. انا هجيب دي كده شبكة عشان لما اجي احطها ما تتصهد ويكون المية نازلة عليها يعني لما تبرد. بسم الله. حطي واحدة ثانية كده مرفوعة من الطبق، ما محطوطة، ولا تجيبي قماش يعني فوطة ولا كده وتحطي عليه، ما تحطيها منها كده عشان لما تعرق ما تنزل المية منها. تسيبيها تتنفخ واقلبها للوش الثاني. أكون مجهزة واحدة ثانية. وترشي زيت لو تحبي، اللي عايز يرش زيت يرش، اللي ما عايز يعملها هي عليها الزيت يعني. وترشي بالزيت مش بالسمنة، السمنة تفردي بيها، بس الزيت ترشي بيها. هي كلها ما شاء الله سمنة وزيت. تتحمر، هي استوت من جوا. لما تيجي تعملي لها كده خليها تبرد سخنة. هوريكم وش اللي جوا ان شاء الله شوية تبرد شوية واوريكم الوش. يعني بتجي يعني مستوية من جوا والمورقة يعني كل ورقة لحالها يعني ما شاء الله. بس ده كله لما قلت لك ممكن تعملي العجينة تخلطيها بالليل، ولو عايزاها الصبح، ولو حتى كان عندك كمية ناس اعملي يعني كمية وتخلطيها في الصبح في الليل، وخليها خليها للصبح، والصبح بس يعني اعمليها مع بعض، يعني نشفيها ايدك وخلاص، وبقي تعملي كور وجاهزة عشان لما تخليها طول الوقت يعني انه خلاص اتعجنت يعني لحالها. هو المسمن ديالنا وجد ما شاء الله. انا عملته الكبير اللي حطيت عليها 2. هاي شوفوا ما شاء الله، شوفوا التوريقة بتاعتها، شوفوا كل واحدة لحالها، شوفوا ما شاء الله. واللي عملت فيها واحدة اهي كمان هي مورقة، يعني اللي تحبي يعني عايزة 2 ولا 3، ولا ممكن تقدميها مع العسل، ممكن تقدميها مع المربى والزيتون وكده، يعني انت اللي تحبي ان شاء الله. بتاع المسمن جاهز بالهنا والشفاء ان شاء الله. جربوه وردوا علي ان شاء الله. انا بقدمه مع العسل والزيتون، حطيته في الطاجين. بالهنا والشفاء ان شاء الله. لو عجبكم جربوه ان شاء الله وردوا علي في التعليقات، وجزاكم الله كل خير.